واش طبيعي تبقى عايش طول حياتك خاضع لعقلك الفوضوي؟ واش طبيعي دير في الهضره ديال الناس واش خليهم يتحكموا في حالتك النفسيه؟ الا كنتي باغي توصل خاصك تتعلم تضبط راسك قبل ما تحاول تضبط العالم. اكبر خطا كيديروه الشباب هو انهم كيعطيو قيمه زايده للهضره ديال الناس. شي وحدين غاديين في حياتهم كاملين خايفين من شنو غايقول فلان، ولا كنتي كتخلي الراي ديال الناس ياثر فيك راك عايش في السجن ديالهم ماشي في الحريه ديالك. كون راجل ودير اللي خاصك وسد ودنيك. العقل ديالك بحال السيف، اما تضرب به القدام والا غيتقلب عليك ويدمرك. التركيز هو انك تبقى مركز على الهدف ديالك وسط الفوضى، وسط المشاكل، وسط حتى الكره. الا بغيتي تنجح خاصك تكون بحال القناص، عينك على الهدف، ودنيك مسدودين، قلبك بارد. كل دقيقه كتضيعها في الناس راه دقيقه كتقتل فيها مستقبلك. ماشي كلشي خاصو رد، ماشي كل كلمه خاصك تجاوب عليها، وماشي كل موقف خاصك تشرح فيه راسك. اقوى الناس في الحياه هما اللي كيعرفوا يسكتوا وقت الغضب ويفكروا وقت الصدمه. ضبط الاعصاب ماشي ضعف، هو اعلى درجه ديال القوه النفسيه. حيت اللي ما كيتحكمش في الغضب ديالو غادي يبقى ديما لعبه في يدين الظروف. الحياه غادي تضربك، غادي تخونك، تغدرك وتخليك بوحدك. ولكن فاش كتكون مركز وكتعرف شكون انت، راك ما كتحتاجش يعاونوك، انت كتولي الدعم ديال راسك. كون ولد الراجل اللي كيخسر كلشي ولكن ما كيخسرش الاعصاب ديالو. خليهم يضحكوا حتى يجي شي نهار يسكتوا غيصفقوا. سمعني مزيان، ركز على هدفك، سكت وقت الغضب، تجاهل الحاقدين، خذ الوقت الكافي ديالك في الرد. خدم في السكات، خلي انجازاتك تهضر. راك ما تولدتيش باش ترضي الناس، تولدتي باش تصنع ذاتك. ماشي اي واحد يستاهل وقتك ولا اعصابك ولا حتى انتباهك. اللي باغي يطلع خاصو يكون هادئ وسط العاصفه، مركز وسط الفوضى، وثابت وسط الشك. وما تنساش، اقوى رجوله هي انك ما تطيحش مستواك حتى في اسوأ الظروف.